العب في الدخان ده كده، قرمش وروق وظبط وحاجه عظمه عظمه. اديني. رغم ان انا في نص دسته ومفروض اجرب الشاورما الاول، بس انا لفت نظري الحواوشي بشكله. انا سعيد جدا يا طالب الجامعه يا بائس، اخيرا حد طبطب عليك وعمل لك بوكس مخصوص عشانك ب 66 جنيه في كل ما تشتهي الانفس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول الجامعات والمدارس. خلينا نتكلم على الجامعات. لو انت شايف نفسك طالب بتصحى الصبح عشان تروح تشوف الجامعه وحاسس انك انسان بائس، فانا احب ابلغك انك انت بائس فعلا، لان الصحيان بدري ده في حد ذاته، عشان بس ما حدش يطلع يرميني بالطوب ويقول لي انت بت كده، بس هو الصحيان بدري انا عارف انه صعب شويتين. تخيل بقى لما الطبطبه تيجي من الشاورما والحواوشي، لما مكان متخصص في الشاورما المصري الكايزر، وحط تحت كلمه المصري دي 900 خط، الشاورما المصري كايزر والحواوشي اللطيف الجميل ده، ولما يقول لك احنا كمان بنعمل ايه بقى، حواوشي بلح بالمكسرات والزبده، حاجه كده كميه دهون خطيره تفتح نفسك على الحياه الصبح وانت قاعد في الكليه عشان ما تحسش انك انت بائس. لما نيجي نتكلم على ده فبنتكلم على براند مهم جدا ظهر بطريقه حلوه جدا الفتره اللي فاتت ومسمع كويس جدا. احنا بنتكلم على نص دسته. هنروح دلوقتي فرع روكسي نص دسته عشان نفهم ايه القصه ونشوف هم ايه القصه اللي عاملينها لايه لطلبه الجامعات تحديدا. يعني احنا هنشوف بقى للغلابه اللي زينا عموما، والطلبه يعني طلبه الجامعات تحديدا، مش عارف ايه دي بس هي تحديدا يعني. يلا بينا على نص دسته عشان نشوف بقى ايه قصه الحواوشي والشاورما والحواوشي البلح بالمكسرات يلا. طبعا انا وصلت كده اهو ميدان روكسي كده شمال كده، ميدان روكسي، ودي شيل اوت الجديده اللي عاملينها اللي هي ما فيهاش بنزينه بس فيها مطاعم. المكان ده خطير اللي هو على ناصية خليفه المأمون مع شارع المرغني مع شارع الحجاز، بيتهيألي اسمه شارع الحجاز، حد يصلح لي، اللي هو فيه الميرلاند وميدان روكسي وكده. خش بقى، ده اسمها ايه؟ شيل اوت روكسي. روكسي قال يعني اللي هي روكسي، يعني حبوا يعملوا بلوف كده، ملناش دعوه يا محي. نص دسته، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. المكان لطيف قوي يا جماعه، في كده انا بشوفه على طول من بره بصراحه، اول مره ادخل المكان نفسه من جوه كده، بس هو حاجه مفرحه يعني. بسم الله ما شاء الله، المكان ظريف. تعالوا بقى نخش نشوف ايه الموضوع. فرحه بعد جوع، حلو السلوجان بتاعهم، شاورما مصري وحواوشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا رجاله؟ هو انتوا قاعدين مستنيني ولا انتوا مش طايقيني يعني؟ لا اصل انا دخلت الدخله كله كشر في وشي، مش عارف، حاسس في تكشيرك. ايه يا شيف في ايه؟ انا قفشتك من ورا الكمامه على فكره وانت ما بتضحكش عشان تبقى فاهم. عاملين ايه؟ ايه الاخبار يا كبير؟ ايه العظمه دي؟ حبيبي انت اللي عظيم. الله يكرمك يا كبير. ايه الموضوع بقى؟ عشان انا جاي لك على ملا وشي الصبح، وانا انت عارف ما بحبش انا عدو الحر شويه. انا اول مره اشوف لك فيديو بالنهار. النهار انا بقالي فتره فعلا مقل بالنهار خالص. عامل ايه يا كبير؟ الحمد لله زي الفل. احنا نص دسته. نص دسته. احنا موجودين فين بقى؟ احنا موجودين في الرحاب اول فرع، بعد كده فاتحين في مصر الجديده في روكسي اللي هو المكان اللي احنا فيه دلوقتي. ولسه فاتحين الدقي، وتتوالى بعد كده بقى ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب. شيل اوت الدقي، شيل اوت روكسي، وفي الرحاب في السوق القديم. قبل اي حاجه، قبل ما نشوف المنيو ونشوف الاكل ونعمل كل الكلام ده، في عندكم دليفري ولا مفيش؟ باشا احنا عندنا دليفري طبعا. بتوصلوا فين؟ دليفري وداين وتيك اواي وكار سيرفيس. احنا عندنا 4 حاجات بنشتغل عليها. الكار سيرفيس موجود في الفرع بتاع هنا؟ لا موجود فرع الدقي. فرع الدقي بس. اول مره بقى نطلع. وبتشتغلوا من الساعه كام للساعه كام؟ احنا بنشتغل من اول الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 3 بالليل، بقى معانا اوردرات. طب انا عرفت ان الموضوع بالنسبه لكم هو شاورما وحواوشي واختراعات. انت قلت لي حواوشي بلح بالزبده باين بالمكسرات. بص احنا عندنا اختراعين، في حاجه فيها دهون كده كتيره سمعتها كده. حواوشي شاورما لحمه، حواوشي شاورما فراخ. يعني حشوه الحواوشي شاورما لحمه او شاورما فراخ. هنشوفها مع بعض. وعندنا كبسوله اللي هي حواوشي كبسوله بلح بالزبده والمكسرات. حواوشي كبسوله بلح بالزبده من مجرد يعني ان احنا بنقول اسمها انا تعبت شويه. فيلا بينا يا باشا كده نشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. ايه ده بقى؟ دي الكبسوله. هي دي اللي محيره الملايين. ده البلح بالزبده بالمكسرات. انا بسميها البرج العالي. هي كبسوله بس هي ما ينفعش تاكل اكتر من كده. أيوة. يعني اكتر من كده الموضوع هيبقى. ده فرن مخصوص بتعملوا عليه الكبسوله ولا ده بتاع الحواوشي عموما؟ ده بتاع الحواوشي، ده فرن خاص بنص دسته، بيكون من فوق عادي ومن تحت فيه فحم. يعني انت قرمشه. اوكي، انت بتقطع الحواوشي على الفحم. أيوة. مش على الجريل. ايوه حلو جدا الكلام ده. اقفل يا باشا، اقفل عشان الجو بدا مش صبح وحر الاثنين. ده بقى الحواوشي. ده ايه ده؟ الله اكبر.
ده حواوشي شاورما. ده حواوشي شاورما مليان ما شاء الله، يعني قطر اللقمه مش كبيره بس اللقمه مليانه. خلينا بقى نشوف عيش قليل لحمه اكتر. اللحمه اكتر، احنا هنشوف على حسب الاسعار، احنا هنشوف دلوقتي. يلا بينا. ده يا جماعه الحواوشي الله، اللوز باين، اللوز باين. دي مش هتقدر عليها على فكره، هو صغير بس حي. لا ما انا مش هقدر عليها فعلا، انا مش بضحك عليك. ده ممكن اشتريها لوحدها يعني عادي. دي برضه بيبيعوها بوكسات والكلام ده. العب بالدخان ده كده، قرمش وروق وظبط وحاجه عظمه عظمه. اديني. تسلم ايدك يا شيخنا. ده بقى البطاطس المحمرين بس احنا البطاطس عندنا مختلفه. تمام. دي عامله زي بطاطس امي بالظبط، بس معموله في معموله في المطعم، يعني هي ملحمه من جوه كده. تمام. تاكل وتعيش حياتك. مش فرنش فرايز عاديه يعني. مش فرنش فرايز ومش ويدجز. وبعدين بهارات بتاعتنا بتحط عليها البهارات. بهارات ايه يا باشا هنا؟ خلاص كده الكبسوله خلصت، بتطلع على طول. يعني الكبسوله دي غالبا عيش شامي والحواوشي عيش بلدي صح؟ البتاعه دي شكلها هتبقى حلوه قوي. مش عايزين اختراعات يا جماعه، هتتاكل لوحدها وربنا يسترها عليك. نيجي بقى يا جماعه هنا بقى ازيك يا شيف؟ مساء الفل. ايه القمر ده؟ منور الدنيا حبيب قلبي. والله يعني كنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي بس انت حضرتك خطفتنا بقى. حبيبي يا نجم مصر حبيبي. دي شاورما فراخ. دي شاورما فراخ حضرتك، بتاخد عباره عن بصل وبقدونس وصوص طماطم. صوص طماطم. تمام. وطبعا في الحشو من جوه السندوتش زي ما حضرتك شايف كده توميه وخيار. انتوا بتشتغلوا عيش كايزر بس؟ عيش كايزر مصري. تمام. وده بقى يا جماعه ايه؟ شاورما اللحمه بسم الله ما شاء الله برضو حاجه. انا بشفق طول عمري على اللي بيقف قدام سيخ الشاورما، لان انا عايز اقول لكم ان درجه الحراره هنا تتجاوز ال1000 فهرنهايت غالبا. يعني الموضوع هنا منصهر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انا توقفني حاجه بس هنا على سيخ الفراخ. باين من رصه السيخ هنا ان الفراخ اللي محطوطه هي محطوطه دي صدور على وراك. دي اول نقطه. الصدور اكتر بس هي بتبقى صدور على وراك عشان تفضل معانا جوسي يعني زي ما بيقولوا. وباين ان الفراخ محطوطه على بعضيها مش متقطعه جامد، يعني مش متفتته، يعني زي ما انت شايف الفرخه على بعضيها. وانا مش هقدر اعمل عميق اكتر من كده عشان انا بسيح. فشكرا يا شيف على الوقفه الجميله دي. انا هستنى الاكل فوق. الله يكون في عونك، ربنا يعينك حبيبي يا شيف. الحواوشي الخطير والشاورما النص دسته بقى، وشويه بقى البوكسات اللي معمولين للبائسين اللي في الجامعه، العروض والحاجات اللطيفه والبطاطس بنت الجنيه. تعالوا بقى نبص على المنيو سريعا كده. اول حاجه طبعا الهوت لاين بتاعهم 15930 عشان ما قلناهوش فوق. خلينا نتكلم ان الشاورما مصري لحمه وشاورما مصري فراخ، حواوشي لحمه وحواوشي فراخ وحواوشي شاورما لحمه وحواوشي شاورما فراخ. المنيو سيمبل ولطيفه جدا. الاسعار زي ما انتم شايفين، يا اما بالواحد يا اما بالنص دسته اللي هم السته او بالدسته اللي هم 12. كمل فرحتك. وانا عاجبني اللي هو ابدا فرحتك، يعني انت تبدا فرحتك تطلب الاول هتاكل شاورما ولا حواوشي ولا حواوشي شاورما، بعد كده كمل فرحتك بقى. رايب ايه رايب انتوا اللي هو ده؟ انا برضو عمال شايف كده حاجه وانا مش فاهم ايه ده يعني. ده رايب السكر، ده رايب المانجا، وده رايب بقى اختراع نعناع. حلو قوي الكلام ده. جامد جدا. ده عشان انتوا يعني ايمانا منكم ان الحاجات دي بتعمل حمو شويه، هو كونسبت محتاج يرطب. محتاج يرطب بين رايب سكر، رايب نعناع، ورايب مانجا، وطبعا كوكاكولا وميه والحاجات اللطيفه دي. بعد كده عندهم بطاطس، ايه بطاطس لود هي دي بص دي مش ويدجز ومش فرنش. طحينه ومخلل خيار سواريه، ده اختراع. خيار سواريه الصغنطط وتوميه. العب يا سمك. ده العب يا سمك بجد. ويعني المنيو خفيفه وظريفه زي ما انتم شايفين. تعالوا بس كده نشوف كده، نقول الاماكن فين تاني. انت عندك يا باشا مقر الدوله. ليه ايه الدوله دي؟ احنا بنقول ان نص دسته دي دوله الناس اللي بتحب الشاورما والحواوشي، وان عملائنا هم السكان الاصليين للدوله. الله اكبر. وحاطين فوق الفروع كلها العلم بتاع الدوله اللي هو علم نص دسته. انتوا كده هتحبسونا. هنتحبس انا وانت دلوقتي. العناوين الدول: روكسي مول شيل اوت، روكسي مصر الجديده، الرحاب 56 السوق التجاري القديم الرحاب، والدقي مول شيل اوت امام وزاره الزراعه في الدقي. والهوت لاين مره ثانيه 15930. وعندهم واتساب، رقم واتساب 011 34 75150. البيجز عندهم اسمها نص دسته. فيسبوك وانستجرام وتيك توك
وجوجل كل حاجه. نص دستة. نص دست، كله اسمه نص دست. يلا بينا. يلا في بقى ايه البوكسات بقى اللي هي العروض بقى، صح؟ دي العروض. دي بقى لقيت الطبطبه بقى. دي بقى ايه ده الطبطبه بقى. 6 بوكسات دول ب 99، يعني خلينا نسميهم بوكس ال 99، هم مسمينهم اصلا بوكسات 99. عندك يا باشا ايه البوكس الاولاني فيه حواوشي لحمه وفراخ وشاورما فراخ وكبسوله. ايه الكبسوله دي؟ دي بقى الاختراع، دي اللي انت صورتها جوه. البلح بالزبده. البلح بالزبده هي اسمها الكبسوله، بنسميها كبسوله. حلو. والكولا ب 99. وعندهم شاورما ده فيها 5 ايتمات يعني. ودي 4 ايتمات، شاورما لحمه وحواوشي فراخ وحواوشي لحمه وبطاطس 99. بص، هو المنيو ده معمول عشان الاذواق كلها. هتلاقي مثلا ده ايه، في شاورما وحواوشي وحواوشي شاورما عشان تجرب الثلاثه. 3 حاجات كلهم لحمه وده كلهم فراخ. تمام. هتلاقي ده في 5 ايتمات لو عايز تجرب كل الدنيا. ده مثلا واحد شاورما وفراخ، واحد لحمه، وواحد حواوشي، وواحد بطاطس. حاجه حد بيحب ياكل اكتر. دول مثلا هتلاقي الدنيا فيهم ايه، 2 شاورما فراخ، واحد شاورما، وواحد كبسوله والكولا. ده كله شاورمات. ده هتلاقيه رايح انه انت لا تعالى خد واحد شاورما لحمه وواحد شاورما فراخ وحواوشي لحمه ورايب نعناع. او المنيو ده شامل الضريبه، يعني السعر ده هو ده اللي انت هتدفعه. عائلات بقى نقلب كده. ايوه انا احب الشيرنج از كيرنج. ايوه بوكسات الدستويه. ايوه الدستويه يا جماعه. خلينا نتكلم اول واحد اللي هو ب 300. خلينا ده اول واحد ب 220 جنيه. تمام. ده فيه واحد من كل حاجه. كل حاجه عندكم. كل حاجه عندنا. ده اللي هو ده انت المنيو اللي انت جايبه لي ده، صح؟ ده اللي هو ده. واحد حواوشي لحمه، حواوشي فراخ، شاورما لحمه، شاورما فراخ، حواوشي شاورما لحمه، حواوشي شاورما فراخ، بطاطس ومخلل وطحينه. اوكي، ده ب 220. ده بقى 2 من كل حاجه، الدبل. 3 حواوشي. ده في 3 حواوشي. اول واحد بس هو اللي 3. 2 حواوشي. 3 حواوشي لحمه، 2 حواوشي فراخ، 3 شاورما فراخ، واحد حواوشي شاورما لحمه، وواحد حواوشي شاورما فراخ، ومعاه 5 كولا. 5 كولا دي المفروض تكفي 5 افراد. 5 افراد. 5 افراد. بصراحه حاجه احنا هندوق بقى ونشوف. يلا بينا. ويا مسهل الحال. بس البائسين بقى، انت قلت لي في حاجه للبائسين. احنا عاملين عرض كده جامد جدا. اسمه عرض الجامعه. عرض الجامعه. حلو. بوكسين اللي هم اللي قدامنا دول. ده وده. البوكس ب 66 جنيه. معاه ايه بقى؟ ده يا سيدي عباره عن البوكس الاولاني ده عباره عن واحد شاورما لحمه حواوشي ولا ده فراخ. تمام. الله ينور عليك. ده حواوشي اللحمه. حواوشي لحمه مش ومعاه الحواوشي بيحب الايه؟ الرايب. طبطبه. ومعاه واحد رايب. ده ب 66 جنيه شامل الضريبه. 66 جنيه شامل الضريبه. تمام. حلو. لحمه وفراخ والرايب. التاني عباره عن 2 شاورما. بالظبط، شاورما لحمه وشاورما فراخ ومعاهم الكبسوله. ومعاهم واحد اللي هو حواوشي البلح بالزبده بالمكسرات. ومعاه ده بيبسي قلت لي. ومعاه كولا. معاه كولا. تمام. ده العرض التاني. حلو قوي. يعني ده العرض الاول اهو على بعضه، ال3 دول ودول ال4 دول العرض التاني. طبعا اللافت للنظر حجم الحواوشي اللي يعني هو كده بس كده. فاحنا ممكن نبدا بقى ايه، يا طالب الجامعه يا بائس، اخيرا حد طبطب عليك وعمل لك بوكس مخصوص عشانك ب 66 جنيه فيه كل ما تشتهي الانفس. رغم ان انا في نص دسته المفروض اجرب الشاورما الاول، بس انا لفت نظري الحواوشي بشكله. هل ده معمول مخصوص للتصوير؟ لا يعني هو ده بيطلع كده بس هو بيتظبط شويه. يعني ده متظبط شويه يعني في زياده سيكه. احبك اتدري ليش؟ ليش؟ كان والله ما كسبت. لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا ندوق يا جماعه. هو بس احنا ليه بنزود؟ عشان الصوره ما بتبينش الحقيقه ساعات بتخدع. طبعا معمول الباكينج نفسه محترم جدا، فويل من جوه وورق من بره، اللقمه مقرمشه جدا والفحم عامل شغل يعني ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد جدا. بكام ده؟ ده ب 27 جنيه. 27 جنيه. طب والله ممتاز. يعني انا بالنسبه لي وده مشبع اكتر بكتير من سندوتش الشاورما كمان. نسبه الزيت اللي في العيش مظبوطه جدا، اللي هو ايه، لا هو ناشف من غير زيت ولا هو مزيت اللي يجزعك، حاجه في المنتصف اللطيف كده. انا مش هزودها عشان اعرف ادوق كله، بس انتوا عارفين، بس انا هرجع لده تاني. مش هتاكلوا عبد الرحمن. طب بما ان احنا فتحنا في الحواوشي، خلينا نشوف حواوشي الفراخ. حواوشي الفراخ عموما هو اختراع، يعني هو ده شاورما. لا ده حواوشي. ده حواوشي فراخ مش شاورما. هو بيكون قطع مش فرن. انا بالنسبه لي حواوشي فراخ هو اختراع، مش هو اختراع طبعا، بس انا ما حبيتهوش. طب تعالى نجرب. هنجرب كده وربنا يسهل عشان ده معمول وايت ميت. بسم الله. هو طعمه حلو جدا. هو مش حواوشي، هو سندوتش فراخ حلوه. هو عمره ما هيبقى حواوشي عشان طعم الحواوشي، بس هو واخد بهارات حواوشي بتهيألي، في بهارات حواوشي، طعم الحواوشي موجود، بس هو حلو والفراخ فعلا طريه. يعني انا كنت قلقان ان الفراخ تكون ناشفه،
بس انا سرقت منه حاجه قالها دلوقتي، قال لي ده مش وايت ميت، فمعنى كده ان ده معمول بالوراك. ايوه بالدارك ميت بالظبط. اللحمه الغامقه، الوراك الدجاج. لا حلو جدا. ده سعره ايه بقى؟ نفس السعر؟ لا ده ارخص، ده ب 25. حلو جدا، حلو جدا كمان كقيمه مقابل سعر يعني. خش بقى على الشاورما. طب مش عايز ترطب بعد الحواوشي؟ والله انا نفسي، انا حاسس ده ايه؟ ده الرايب السكر وده النعناع. ده خلينا نشوف النعناع ده. دوس في النعناع. النعناع ده تحس ان الموضوع هيبقى نعناع كده. هيديك انتعاش. ايوه عملت شنب يبقى نجح. البتاع ده كان فين في رمضان؟ احنا في رمضان كمان بنعمل رايب بلح. بس انتوا في رمضان يعني انا ممكن اجي اخد ده، مش هاخد شاورما. شاورما دي هنبقى في ازمه الصبح، هنبقى في برنامج المسامح كريم انا وانت. لا الرايب طعمه عالمي، بس انتوا عارفين انا ما بضيعش وقت في المشاريب يعني، عشان هي عندنا حاجات مهمه في حياتنا. ده بقى ايه؟ الشاورما اللحمه المصري اللطيف، الساندوتش حجمه كويس، حشوه كويس، اللقمه اللي هي العيش اللطيف اللي هو بتاع النادي بتاع زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحشوه دي عشان التصوير صح؟ لا دي الحشوه بتاعتها فعلا. دي حشوه حقيقيه. دي فعلا. الساندوتش مليان جدا مقارنه باي مكان بيعمل ساندوتش مصري شاورما. الحمد لله طعم الخل قليل، ودي حاجه كويسه لان احنا مؤخرا كل الاماكن بتعمل شاورما مصري للحمه الخل بيبقى طاغي فيها جدا بصراحه. فلا انا شايف الحاجه لطيفه يعني. وهكمل ايه ولا ايه؟ جرب بس. انا عايز اجرب شاورما حواوشي. حواوشي شاورما. بس هاتوا فراخ بقى. ده حجمه اللي بيطلع كده. ده يا باشا نفس الحواوشي الفراخ بس عليه شاورما فراخ بالظبط. من على السيخ بينزل شاورما فراخ زي ما انت شايف كده، ايه قطع الشاورما الفراخ. احنا هنجرب ده بس. لا انت لازم تاخد التجربه. لا ما تقلقش، ما انا واخدها، ما انا بيبان يا باشا، الجواب بيبان من عنوانه. هو كده الشاورما الفراخ انا كده مرجحها ومنجحها من وهي على السيخ، لان باين جدا انه معموله مظبوط، قطع الفراخ باينه، مش حاطين فراخ مهريه يعني زي ما بيقولوا، لا الفراخ محطوطه على وضعها كده فمطلعه. ومن الاماكن القليله اللي بتعمل كده يعني، في اماكن بتعمل كده بس للاسف الاغلب الاعظم ما بيعملش كده. الفراخ طعمها حلو ومتطرف في القطمه بقى. قبل ما اجرب المشكله اللي هتحصل معايا دلوقتي في العجوه بلح بالزبده. عروض عالمي، رمته حلوه، كميه حلوه. في بقى نقطه اهم من ده كله، الفويل اللي جوه الباكنج ده محافظ على الحراره بتاعت الساندوتش. الساندوتش رغم انه بقاله كتير قدامي بس لسه سخن، ودي يعني انا اهنيكوا على هذا الاختراع. وانا عارف ان ده حاجه مكلفه مش حاجه عاديه ان هي تتعمل يعني، هي فعلا حاجه تفرق. طبعا انا نفسي اكمل بس انا فعلا يعني بدات اوصل لمرحله يعني ايه، انا وقفت التصوير دلوقتي كنت بحاول اهدى شويه. الاكل عالمي يا جماعه، بس انا ايه لازم دلوقتي بقى اجرب الكبسوله. ادينا في الكبسوله. اللي هيشوفها من بعيد هيحسبها هينه بس هي شكلها مرعب يعني، هي شكلها في حد ذاتها مرعب. بصوا فيها مكسرات اهو باينه والحياه لطيفه، مش مرعبه قوي على فكره، خفيفه مش خفيفه خالص. طعمها حلو قوي بس حلو، بس مش يعني عايزه لوحدها. ما هو بقى ايه بعد ما تشير انت واصحابك تاخدوا دي تقسموها. يعني عايزه لوحدها 2 وكوبايه شاي وتقعد تتنقنق كده هتتبسط جدا. تصدق انا بدات اجوع. انا عايز شاي دلوقتي. يعني دي وما تطلبوا الاوردر هاتوها بس ما تاكلوهاش مع الاكل يعني، ايه دي تستنوا شويه ومع الشاي تخبطوها مع الشاي. هي حاجه رقيقه كده ولطيفه. هي عجوه معموله خلطتها حلوه قوي، فيها سمسم وفيها مكسرات، المكسرات واضحه جدا والمكسرات محطوطه على بعضيها بالظبط، مش مفتته يعني. وطعم الزبده باين قوي يعني اللي مدعوك بيها العجوه نفسها. وغير ان العيش الشامي عيش لطيف اصلا عشان على اسمي ده كده لما بيتحمص بيبقى الطف حاجه، فهو ككومباينيشن على بعضه حلو وجديد ومختلف. وانا احييكم على هذا الاختراع العالمي اقسم بالله. عالمي. انت اللي عالمي حبيبي يا دكتور محمد. بالمناسبه دكتور محمد مش دكتور صيدلي عشان ما حدش يفتكر كده ولا كده. انا دكتور في الماركتنج، دكتور تسويق. احنا ماسكين تسويق مش دكاتره التشريح. شكرين على الانفيتيشن الحلوه دي حبيبي. والاكل فعلا محترم. انت اللي محترم، والمكان ده محتاج يتجرب يا جماعه. ربنا الله يخليك، ربنا يوسع عليكم ان شاء الله، وبدل الثلاث فروع دول تبقوا في كل مصر ان شاء الله. انا بتبسط جدا لما براندات جديده بتفتح وبتبدا تتوسع واسمها مصري، فدي حاجه بالزبط. يعني انا راجل يعني شويه عندي حته نزعه مصريه كده،
فربنا يكرمكم ان شاء الله، يوسع عليكم ويرزقكم. وبشكرك مره ثانيه على الانفيتيشن دي، والطلبه البائسين بس لما تيجوا طبطبوا عليهم والنبي وانتوا بتدوهم الاوردر. الله المستعان. الله المستعان. حبيبي يا باشا، حبيبي يا باشا. ربنا. تعالوا عند نص دستة عشان عاملين يعني طبطبة. في طبطبه كتير قوي في الفيديو. خشوا بقى شوفوا.